واش بغيتي تخليه يرتعد غير من فكرة أنه يقدر يخسرك؟ أختي، راه ماشي بالساهل، ولكن ماشي مستحيل. أول حاجة خاصكي تعرفي قيمتك. إلا انتي ما عارفة شحال انتي زوينة، ذكية، قوية ومستقلة، ما تعوليش عليه هو اللي يذكرك. خليه يشوف بعينيه أنك قادرة تعيشي بلا بيه، وهاد الفكرة بوحدها كتشعل عنده الرعب. تاني حاجة، ما تبقاش ديما متاحة. راه الرجل بطبعه كيعشق التحدي. إلا كنتي ديما متوافرة، كتجاوبي دغيا، كتسنايه، كتضحي بلا سبب، راه غادي يحس براسو داكشي عادي. أما مني تبداي تغيبي شوية، تعطيه البلوك ديال الوقت، تردي البال لراسك، تهتمي بحياتك، راه كيحس بالخطر وكيبدا يقول واش ممكن تخسرني؟ واش كاين شي حد آخر شد انتباهها؟ ثالث حاجة، الثقة بالنفس. راه ما كاين حتى شي حاجة كتخوف الراجل قد مراه واقفة على رجليها، عارفة شنو باغية وما كترضاش بالقليل. الرابعة، عيشي حياتك، شوفي صحابك، خدمي على مشاريعك، ووريه أنك ماشي عايشة غير عليه. راه منين يحس أنه ماشي مركز الكون عندك، كيبدا يشك، كيبدا يخاف، كيبدا يرجعك بحال كنز. واخا تآمني، الراجل اللي كيبغيك بصح ما كيتخلاش عليك، ولكن خاصو يعرف أن خسارتك ماشي سهلة وماشي مجانية. كوني ناعمة في الحب، ولكن قوية في الكرامة. وما تنسايش، إلا معرفش قيمتك غادي يجي نهار ويندم. أنا وكنشارك معاكم تجارب ونصائح من القلب. إلا وصلتي لهنا فانتي وحدة قوية وكتسعي تطوري راسك. ما تنسايش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد وكل كلمة فيها طاقة وعي وحب. وخلي لي تعليقك حيت رأيك يهمني بزاف، وشاركي الفيديو مع صحبتك اللي تستاهل تفيق وتعرف قيمتها. نشوفك في الفيديو الجاي إن شاء الله.